السلام عليكم، تحياتي لكم. اليوم باش نحكي لكم على رحلتي إلى الهند وباش نعطيكم معلومات على الهند يمكن أول مرة تسمعوها. هذا المدخل للأوتيل. أول حاجة، لطلب فيزا الهند من إيطاليا كان عبر ملء استمارة عبر الإنترنت ودفع المعاليم، وتوصل لك تأشيرة على الإيميل وصالحة لمدة سنة. حاجة أخرى، لقيت برشا مسلمين في الهند، مع العلم أنه في الهند يبلغ عدد المسلمين تقريبا 200 مليون نسمة، أي تقريبا 15% من عدد السكان. وهذا ما يجعل الهند ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد المسلمين بعد أندونيسيا وباكستان. لكن المسلمين هم أقلية، لأن الهند أغلبيته يعني هندوس. أوكي، هذا روتين من الداخل. عاصمة الهند هي دلهي، وتتكون من 3 مناطق: دلهي القديمة ودلهي الجديدة ومعسكر دلهي. وعدد سكان العاصمة تقريبا 167 مليون نسمة. نيو دلهي وين أنا مشيت عاد يعني هي المدينة الثانية في الهند بعد مومباي. هذا الكروار متاع الأوتيل، واني تو باش نوريكم البيت. نكمل نعطيكم معلومات. بلغ عدد سكان الهند تقريبا مليار و429 مليون نسمة سنة 2023، وهي أول دولة في العالم من حيث عدد السكان، يعني 17% من سكان العالم موجودين في الهند. تجاوزت بذلك الصين فيها مليار و411 مليون نسمة حسب تعداد سنة 2023. ومساحة الهند هي سابع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، ولها حدود مع باكستان والهند وبنغلاديش. هذا تصور ذوما في الشارع البرة يستعملوا ياسر الموتورات والبسكليتات وبوسلاف احنا نقولوا. المهم، اللغة الرسمية في الهند هي الهندية، يتكلمها تقريبا 40% من الشعب. مع العلم هناك 22 لغة أخرى معترف بها، واللغة الإنجليزية يتكلمها الكثيرين. العملة الرسمية في الهند هي الروبية، وتقريبا 1000 روبية تعادل 11 أورو. الهند فيها تنوع ثقافي وعرقي وديني كبير، يعني بصراحة لاحظت يعني التنوع هذا أنا شخصيا لاحظته من اللباس، يعني برشا حاجات. أشهر الصناعات هي الأدوية، الإلكترونيات والسينما، نعرفوا كنا بوليود. أشهر المعالم التاريخية في الهند هي تاج محل، وأكثر المناطق الطبيعية شهرة فيها هي جبال الهيمالايا. المطبخ الهندي من أشهر وأقدم المطابخ في العالم، ويتميز بكثرة استعمال البهارات. وأكلهم أغلبيته حار بصراحة، يعني يطيبوا برشا بالحار. يعني في بالي تونس طيب أكثر، يعني في بالي توانسة ياكلوا برشا حار، لكن كي مشيت للهند نشوف يعني يعني على الطاولة تلقى هو يعني الماكلة حارة ويعطوك باش تزيد تحرحر الماكلة يعني. لكن لاحظت انه برشا هنديين نباتيون، يعني ما ياكلوش اللحم. هذه صورت مع الشخص هذا، مشيت بحذاه هو يبيع، يعني هو في باله يعني باش يعطيني ناكل، انا قلت له نو عاد قعد حسيت بيه تغشش لما حاله. المهم هذاك نورمالمون يبيع روز، والاحمر هذاك يمكن هريسه وبصل كاكا، يعني صح يحط لك فيها الحاجات هذوما ثلاثه، مش عارف بقداش بصراحه. معلومات أخرى على الهند، لاحظت أنه السياقة على اليمين، يعني الفولوم تاعهم على اليمين، أما السياقة ما هي سهلة. يعني عادي تبي تمشي في الكياس وتشوف واحد جاي سونس انفيرس، عادي جدا. الأبقار يمكنك رؤيتها في كل مكان على حافة الطرقات في كل مكان. حاجة أخرى شنو نجم نقولها لكم على الهند، بصراحة برشا حاجات فيها تنوع ثقافي وديني وعرقي كبير ياسر. الطقس متاعهم، أنا مشيت في نوفمبر بصراحة، في إيطاليا حتى واحد ما يلبس نص يد، لكن هما يلبسوا الكلهم بنص يد يعني في نوفمبر. الطقس يعني في النهار تلقاه سخون وفي الليل بارد. المهم بصراحة كانت رحلة مفيدة، يعني رحلة مهمة لكل واحد يحب يعرف ثقافات وناس
وعالم آخر بصراحة تستحق الزيارة للناس المغرومين يعني باكتشاف الأماكن، أماكن أخرى في العالم. المهم إن شاء الله الفيديو يكون أمتعكم، وكان عندكم ملاحظات أو إضافات على كلامي يعني اكتبوها في التعليق، والسلام عليكم.